مرحبا بكم متابعينا الكرام. إذا نتوقع بحول الله عبور اضطراب جوي قوي ونشيط الفعالية نوعا ما محمل بأمطار وثلوج وأجواء باردة بداية من ليلة الجمعة 18 نوفمبر وإلى غاية يوم الأحد 20 نوفمبر 2022. إذا وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فمن المحتمل تسرب كتلة هوائية باردة بداية من ليلة الجمعة نحو المناطق الشمالية الغربية للوطن لتلتحق بشكل تدريجي بالمناطق الوسطى ومن ثم الشرقية مع أمطار جد معتبرة وبكميات تقارب أو تتعدى 50 ملم ببعض الولايات، مع فرص لتسجيل تساقط أولى الزخات الثلجية هذا الموسم على المرتفعات الداخلية العالية جدا، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة والتي ستتراجع بأكثر من 10 درجات مقارنة بالأيام الماضية لتكون في حدود 8 حتى 11 درجة فقط بالمناطق الداخلية يوم السبت، وقد تنخفض حتى 0 درجة ليلا بعدة ولايات داخلية كباتنا، وهذا راجع كما قلت لتدفق هواء بارد قطبي قادم من شمال أوروبا سيعمل على تغير جذري في الحالة الجوية الأسبوع المقبل، وتقريبا معظم الولايات الشمالية للوطن معنية وبدرجة أقل الولايات الداخلية، وهذا خلال الفترة الممتدة من ليلة الجمعة إلى يوم الأحد، في حين ستتأثر مناطق شمال الصحراء فقط بانخفاض في درجات الحرارة. وسنوافيكم بأي مستجدات أو تحديثات أخرى هامة خلال قادم الساعات، ويبقى كل شيء بيد الله.